اختي سكينه عندي التوكل كنعاني معاه سنين. غنقول لك واحد الوصفه اختي راه دقه بقول الحمد لله اللي التجأتي ليا وصيفطتي لي هذا الكومونتير. ربي يوجهك ليا، ربي كيبغيك. واللي كيسحر لشي واحد الله ياخذ فيه شي حق. ربي ما يسمح لكم اللي كتسحروا العباد الله وكتوكلوهم وكطيحوا لهم الصحه ديالهم وتهدوا لهم العظام. ربي عطى لواحد صحته وانت كتحيدها له، الله ياخذ فيك الحق. عمر ربي ما يسمح لشي حد كيوكل شي واحد ولا كيعطيه شي حاجه يأذيه بها، لان داك الصحه ربي اللي عطاها له ماشي نتايا. المهم اختي حسبي الله ونعم الوكيل. غادي تجيبي الشيبه ياك، غتجيبي الشيبه، انا غنهنيك من هاد التوكل. غتجيبي عريش ديال الشيبه وغتنفضيه مزيان وتغسليه، لان غسليه مزيان راه كيكون فيها الحجر. وغتجيبي كاس د الحليب الطايب يبقى يغلي 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 مزيان حتى يطيب. تشوفيه كيغلي، كي تشوفيه باقي فوق البوطه كيغلي طفي عليه وديري فيه هاد العريش ديال الشيبه، ديريه فيه يكون قد هكا تقريبا، وخليها اختي يطلق تقريبا يطلق شي نص ساعه هو كيطلق، وهبطي عليه على الريق في الصباح فاش تنوضي. ديريها لمده اختي 3 ايام. كاع داك التوكل اللي عندك غترديه وانت كتشوفي بعينيك كي كيخرج داكشي اللي واكله. وجربيها ما نسمح لكمش. صافا ماما، الا كنتي مسلم بارطاجي الوصفه مع خوتك المغاربه حتى هما. شحال من واحد فيه التوكل وما عارفش راسو فيه التوكل ويدير الوصفه وغيبان له كلشي داكشي اللي كياكل غيخرج.